الكرة للجماهير الكلام ده لا مؤاخذة عندها، وعندها ده اللي هو عند اي دولة، لكن مش عندنا احنا هنا في مصر. عند اي دولة تقدر ان انت تحط اسمها، لكن عندنا الموضوع بيختلف سيكا سكتين حبتين ثلاثة كده. وبرغم ان الدوري بتاعنا دوري محندق وما فيهوش غير 5 فرق جماهيرية، الا ان الكرة هنا مش للجمهور، لان من بعد الاحداث اللي حصلت واللي انت عارفها موضوع الجماهير ده ما بقاش موجود، عشان بعد كده في اخر سنتين لما يبتدي الجمهور يرجع من تاني تلاقي ان في حاجات بتحصل في المدرجات، حاجات مش المفروض ان هي تحصل، زي مثلا الحاجات اللي بتشوفها بتحصل في مدرجات النادي الاهلي من ناس مزقوقه. مين دول؟ ما حدش يعرف. زي مثلا الاحداث اللي حصلت في مباراه المصري والاسماعيلي، واللي بحسب المراسل بتاع قناه اون سبورت قال لك ان في 4 أو 5 مشجعين من جمهور المصري اقتحموا مدرجات نادي الاسماعيلي اعتراضا على لافته هم حاطينها، اللي بالمناسبه المباراه دي كانت في برج العرب، فاقتحموا مدرجات الاسماعيلي واخدوا اليافطه دي. فجمهور الاسماعيلي يسكت؟ لا، جمهور الاسماعيلي عينك ما تشوف الا النور، مسك كام واحد منهم وادوهم علقه محترمه. وخد بقى عندك تكسير الكراسي بتاعه الاستاد، ويقعدوا يحدفوها على بعض ويضربوا بيها بعض، والموضوع اتحول من اللي هو ماتش كوره لخناقه في الشارع. وبالتالي هتبتدي تشوف عدد الجماهير بيقل من تاني، عشان يبقى في الاخر زي ما قلت لك في اول الفيديو الكوره للجمهور، لكن الكوره للجمهور من ورا شاشات التلفزيونات، لكن في الاستاد الكوره مش للجمهور.